القمة العربية الطارئة فشلت. ده مش كلامي، ده كلام يا صباح الحنتي، كلام اللي مسميين نفسهم معارضين، واخدين السكريبت من العدو وبيطبقوه على مواقع التواصل. ماسورة صرف بعيد عنك وطفحت على الناس على السوشيال ميديا. ريحة الكنيف والبكابورتي طالع من اللي عاملين نفسهم معارضين، اللي هي خلاص ساحت مطرح ما راحت، كل الخرفان ارتاحت وانا عايزة القمة تفشل. يا ولا قالك القمة فشلت وجابت ملحق. طب انتوا جبتوا الشهادة يا خرفان وعرفتوا منين؟ معرفش. طب النتيجة بانت؟ الله اعلم. امال ايه الدليل؟ قالك الدليل ان اميرة واسراء مصممين على مخططهم وكمان رافضين اعمار غزة. ما شاء الله ما شاء الله، هو ده الدليل؟ فعلا انت عندك حق، صح، هي كانت رقاصة وبترقص. نورت المحكمة. ربنا يخليك ربنا يخليك. اميرة واسراء مش موافقين. ايوه، ايه الاضافة يعني؟ ده كان على اساس ان نجاح القمة دي مثلا واقف على موافقتهم، واقف على رضاهم، رضا الام سعادتك ماما اميرة وماما اسراء. ولا انتوا يعني كنتوا متوقعين بعد القمة يعني هيجيبوا لنا مزمار بلدي وطبلة ويقفوا على باب القاعة بتاعت المؤتمر ويقعدوا ويطلع ترامب يقول لك الف مبروك يا اختي على القمة ويا عبد السلام. الليلة عيد والقمة نجحت، وما دام القمة نجحت يبقى مصر نجحت. القمة نجحت والنتن بيلالي، ياللي غويت الحروب لو راجل تعالالي، لا ابو حنان بينفع ولا غيره على مصر يدور. كنتوا فاكرين مثلا ان بعد المؤتمر ده اميرة واسراء هيجوا شايلين كفانهم على ايديهم، وماذا لو جاء معتذرا؟ ده مش بعيد يكونوا راحوا لعربية الفرحة اللي في برنامج مدفع رمضان وراحوا كتبوا ورق زي الناس كده وطبقوه ورموه في العربية. بتلاقي بقى ابو حنان والنتن كاتبين امنيات، الناس كلها كاتبه اتمنى اروح حجة عمرة، ده هيقول لك بقى انا عايز اروح غزة وربنا يكتبها لي في الشهر العقاري. الناس اللي بتقعد تروج الاشاعات دي وتقول لك بقى القمة فشلت وماشيين بالسكريبت بتاع الاعداء، وتحس ان احنا عايشين معانا ايدي كوهين وافخاي ادروعي، تحس ان هم شغالين معاهم بوسطجيه او عصافير. الناس دي عمرها ما كانت ضد الرئيس، دي قفشه خانات. الناس دي والله ضد الدوله وضد القضيه الفلسطينيه، اللي بيتاجروا بيها. الناس دي اقسم بالله نفسهم موضوع التهجير ده يتم. ليه؟ علشان في الاخر يطلعوا لنا لسانهم بيقولوا لك شفت مش قلت لك يا نجم، كلامي اللي طلع صح، امك عندها واوا يا دول بالظبط زيهم زي سمنة 3 بقرات، العالم كله في اتجاه والناس دي ليها دماغ تانية خالص غيرنا. مصر عقدت عندها هنا مؤتمر القمة العربية الطارئ، وطبعا في دول ما جاتش، بس معظم الدول اللي ما جاتش اقروا على موافقتهم لنتيجة المؤتمر. يوم يا شيخ ربك يخلق لك 3 صرم، دول بقى قالوا يلا احنا مالناش دعوة بيهم ونروح احنا نعمل مع نفسنا غديوة على قدنا ونفسح نفسينا ونزغزغ نفسينا ونحلب نفسينا. دي هنسميها ايه؟ قمة الدولة العربية الطارئة برضو هيقولوا علينا بنقلدهم. بما ان احنا 3 يبقى نسميها قمة السفالة، قمة الوساخة، قمة قلة الأدب، علشان نبقى 3 قمم أو 3 رمم. أبو حنان امبارح بعت رسالة لسماح، وطبعا سماح ما كانتش فاضية، كانت قاعدة جوه الماسورة. قال لها شالوم، أي نعم أنا أمريكي بس أنا بقول لك شالوم عشان أنت فاهمة، دي المعاملة يهود مع يهود ما يرولش، وشالوم هنا يعني مرحبا، وفي نفس الوقت يعني وداع، سلام يا صاحبي. فالاتفاق اللي اتفقنا عليه يا سماح يتنفذ، عشان انت عارفه اولا ترجعي الرهاين الصحيين والميتين، غير كده الامر انتهى بالنسبه لك، وهنفك الشراكه اللي ما بيننا، وهبعت لاسراء كل حاجه واخليها تخلص، وانت عارفه وده الوقت المناسب اللي تاخدي فيه شعب غزه في ايدك وتخرجي بره القطاع، تغادروا القطاع خالص وما شافش وشكم. انا مش ناقش وش بقى ولا قمه عربيه ولا قمه تروساكي، خلي بالكم الحياه حلوه جدا بره القطاع. قولي لاهل غزه عم ابو حنان
هيجيب لكم عنب. انا جايب لكم عنب والله في الثلاجه. فخدي قرارك بقى يا سماح، عشان كده انكم لميتون. وانت بالذات انت عارفه يا سماح بقيتي ورقه محروقه. امضاء ابو حنان اسير القلوب. بكره حنان ينزل بوست هو كمان بعد ما يرهبكم ويقول لكم انا مسامحكم على اللي عملته فيكم واللي هعمله فيكم. انا مسامحكم ورمضان كريم. مبروك ابو العالمين حموده. بالظبط زي الحبه اللي تلهيك واللي فيها تجيبه فيك يا حنكي عليك.